السلام عليكم. المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش يكشف تفاصيل خطيرة من مكتب الدراسات الألماني، يفضح فيه الكاف والمغرب وينتصر للجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن الجزائر هي الأحق بتنظيم كأس الأمم الإفريقية على حساب المغرب فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الكولة التي شهدها الكاف بإعلانه تنظيم المغرب تنظيم كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 على حساب الجزائر، فقد كشف المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري والمغربي البوسني وحيد خليلوزيتش، وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت، وقال: كنت أعلم مسبقا أن المغرب هي من ستفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية، لأنني كنت أدرب المنتخب المغربي من قبل وأعرف كيف تدار الأمور من جانب المغربي. فوزي لقجع الذي أعتبره رأس الأفعى في الاتحاد الإفريقي، فهو من جلب مكتب الدراسات الألماني وأتى به خصيصا لأول مرة في تاريخ إفريقيا من أجل عدم تنظيم الجزائر كأس الأمم الإفريقية لعام 2025، لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا الجاهزة الآن لتنظيم هذا الحدث الإفريقي، فالمغرب أمامها سنوات وسنوات لتنظيم أفريقيا، لأنها لا يوجد بها ملاعب مثل ما تتواجد في الجزائر الآن. فلقجع أتى بمكتب الدراسات الألماني الذي دفع له أموال طائلة من قوت الشعب المغربي من أجل تشويه الملاعب الجزائرية التي خصصتها الجزائر لهذا الحدث الإفريقي. فالجزائر تمتلك ملاعب لا بأس بها مثل ما نشاهد مثلها في كأس العالم بقطر، فمكتب الدراسات الألماني هو أكبر أكذوبة في تاريخ إفريقيا. أننا لو جئنا نفكر بالعقل، فالكاف أعلن أن الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا سوف تنظم كأس الأمم الإفريقية لعام 2027، وهؤلاء الدول ليس لديهم أي ملاعب مخصصة لاستقبال المنتخبات الإفريقية على أرضها. فأوغندا على سبيل المثال لعبت مع منتخب الجزائر في الكاميرون في ملعب جابوما، وتنزانيا كذلك، وكينيا لا تمتلك سوى ملعب واحد، فكيف لهؤلاء الدول يستقبلون كأس أفريقيا؟ فأعتقد أن الاتحاد الإفريقي سيكون في ورطة كبيرة خلال كأس الأمم الإفريقية لعام 2027 بسبب أن كينيا وأوغندا وتنزانيا ليست مؤهلة لاستضافة هذا الحدث الإفريقي، وسوف يتوسلون للجزائر بعد ذلك من أجل تنظيم هذه البطولة وإنقاذها. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.